ده من اقدم الاماكن اللي بتعمل عصير في اسكندريه، وهو موجود بقاله اكتر من 55 سنه، يعني تقريبا كده من ايام جدودنا. وهو بقى بيعمل خروب وقصب وتمر هندي وبرتقان وبس. انت متخيل ان هو بيعمل الحاجات دي بس؟ ومنظر بقى البرتقان عنده وهو فريش بجد ما يتوصفش. انت لما هتدخل اصلا المكان هتلاقي برتقان في كل حته، سواء كان الموسم بتاعه او مش الموسم بتاعه. والمكان ده بقى زي ما قلت لكم هو بيعمل قصب كمان، بس اكتر حاجه مشهور بيها وهي الخروب، وورا منها على طول التمر هندي والقصب والبرتقال. ويعتبر بقى المكان ده من اقدم الاماكن اللي موجوده في اسكندريه بجد. والاماكن بقى القديمه اللي زي دي للاسف بيبقى مهدور حقها، والجيل اللي زينا بيبقوا مش عارفينها اصلا، لان الاماكن دي يعتبر من ايام جدودنا واجدادنا. بجد هتشرب من هناك احلى كوبايه عصير معموله بضمير من بتوع زمان. ولو وقفت بالظبط 5 دقايق هتلاقي كل شويه عربيات بتقف له مخصوص عشان تشرب من عنده. فتفتكروا ليه بقى المكان ده عامل الضجه دي كلها والناس كلها بتحلف بيه؟ ده غير بقى كمان المكن الاثري القديم اللي هو بتاع العصير بتاع زمان. هتلاقوا عندهم كل حاجه من ايام زمان موجوده لحد دلوقتي، حتى مكنه الخروب القديمه اللي بتفكرنا بايام